السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله باتيه بالجبنة، سهل وسريع وغير مكلف وبطريقة سهلة وجميلة، وهيطلع مورق وطعم في منتهى الروعة. وهنعرف التركة اللي بتخلي المخابز لما تيجي تعمل الحاجات دي ايه اللي بيخلينا بنبقى مش قادرين عايزين نروح نشتري منهم. الريحة بتبقى بصراحة فظيعة. عرفت التركة دي من صاحب الفرن، وقلت اجربها معاك واشوف فعلا هل التركة دي فعلا هي اللي بيعملوها ولا لا. زي ما انتوا شايفين انا بحاول اوريكم ان هو مورق وطري جدا وطعمه جميل. طبعا اي نوع جبنة ممكن تحطي، اي حاجة ممكن تحطيها فيه، ممكن حتى سادة بيبقى طعمه تحفة. هنا انا اول حاجة انا عندي كوباية ونص مية، وعندي 3 معالق سكر. انا حطيت 3 معالق سكر لان انا بحب طعم العجينة تبقى مسكرة. لو حابة العجينة ما تبقاش مسكرة معاكي قلل السكر براحتك، لكن هي تقريبا المفروض بيحطوا معلقة ونص، بس انا بزود الضعف دايما عشان لو هعمل حاجة فاضية تبقى طعم العجينة نفسها حلو. وحطيت عندي معلقة كبيرة خميرة فورية، وعندي معلقتين كبار او ربع كوباية زيت، وهقلبهم كلهم مع بعض. انا سبت الخميرة دقيقتين كده بس عشان ايه، تفور كده شوية. وهنا انا عندي 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق. 4 كوبايات طبعا من دقيق معجنات، يكون دقيق حلو. عايزة يفضل يعني يكون دقيق عادي على دقيق معجنات، يعني نجيب دقيق معجنات اللي هو القوي مع الدقيق العادي. ممكن تجيبوا دقيق معجنات عادي بس ده احسن. وعندي معلقة لبن بودرة، وما تنسوش رشة الملح، احنا بندمجها مع الدقيق شوية. وعندي بقى اللي بتخلي الريحة فظيعة، الفانيليا يا جماعة. الفانيليا اللي احنا بنحط دايما فانيليا في المعجنات، لان بتدي طعم وريحة المعجنات جميلة جدا، وفي نفس الوقت بتخليكي مشتاقة عايزة تاكلي منها. وتبقى الفانيليا اللي هي البودر، مش الخام او اللي هي السايلة. البودر اللي هي دي اللي بتبقى بالسكر. هنا انا عجنت العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، هي بتلزق في الايد وطرية. عايزينها كده تكون بتلزق الايد في الايد وطرية. كل ما المعجنة كانت طرية معاكي وبتلزق سنة بسيطة، كل ما طلعت الحاجة فلافي كده وطعمها ممتاز، مش هتتعبك يعني. هنا انا بعد ما عجنتها طبعا انا هسيبها ترتاح. انا زي ما انتوا شايفين غطيها باي حاجة عندك، ممكن تحطيها كمان في الفرن، فوطة، فانيلة جوزك اللي مش عايزة، اي حاجة غطيها بيها وعينيها. بس طبعا مش هنغطيه بجوزنا، احنا هنغطيه في فانيلنا بتاعته. تمام. سبتها شوية 10 دقايق، ما قعدتهاش كتير. زي ما انتوا شايفين هي خمرت، انا ما قعدتهاش كتير، انا مش عايزاها تخمر قوي، انا بس عايزاها ترتاح بحيث اما اجي افردها تبقى سهله معايا في الفرد. رشيت رشه بسيطه من الدقيق، ما تكتريش دقيق، رشه بسيطه كده عشان ايه ما تلزقش معايا وانا بفردها. نبتدي ان احنا نفرد مع بعض كويس قوي. افرديها تبقى مستطيل على قد ما تقدري. بقت معاكي مستطيل جميل، ما بقتش معاكي مستطيل على قد ما تقدري، يعني احنا مش هنقطع نفسنا. اهم حاجة ان هي ايه تبقى مفرودة زي ما انتوا شايفين كده، تبقى مفرودة كويس. تمام. انا بعد ما فردتها انا عندي بالظبط معلقتين زبدة، يعني هما معلقتين زبدة اللي هستعملهم في الموضوع ده كله. معلقتين الزبدة، وابتدي ان انا افردها. طبعا هي العجينة اتقسمت على قطعتين، دي القطعة الأولانية والقطعة التانية سايباها عقبال ما أخلص دي. بجيب الفرشة طبعا وابتدي إن أنا أفرد معايا الزبدة في كل الاتجاهات. بنفردها مع بعض، وابتدي بقى إن أنا أقطع يمين وشمال يمين وشمال، ده عشان تدينا التوريقة اللي بتبقى من بره. تمام. وبعد كده حطيتها وعينتها في التلاجة. من فترة دي يا جماعة النشابة دي هي حلوة وكل حاجة، بس أنا بحب الكوباية. جبت الكوباية وبدأت ان انا افرد تاني. طبعا هي ارتاحت في التلاجة، قعدت حوالي 10 دقايق في التلاجة، وبدأت ان انا افردها زي ما انتم شايفين. انا بحاول على قد ما اقدر افردها مستطيل، انا مش هبيع يعني، فعلى قد ما قدرت فردتها.
وبدأت ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين. انا كان عندي بالظبط شريحتين جبنة شيدر، ابني بيحبها فبنجيب على قده، وعندي يجي حتتين جبنة تلاجة، والباقي عملته فاضي. وكان عندي معلقتين نوتيلا، هتشوفوه في بقية الفيديو، من اللي هي كنت عاملاها بالبسكوت، دايما بعملها لابني عشان ما بتنفعوش النوتيلا الجاهزة. فزي ما انتوا شايفين انا حاولت ان انا اوريكم الجزء الباقي هعمله بايه. حطيت ديت وحطيت معلقتين النوتيلا زي ما انتوا شايفين، حتة صغيرة يعني. ما عندكيش حطيها فاضية. والله يا جماعة العجينة الوحيدة طعمها ممتاز، الفانيليا. بصراحة أنا أخدت التركة دي وقلت الراجل ده بيشتغلني، بس لما عملتها طلعت حكاية. ما كنتش متوقعة إنها تبقى بالجمال ده، بس كانت جميلة جدا. جربوها مش هتندم. ونبتدي إن احنا نلف معانا الباتيهاية، تبتدي إن انت تلفيها زي ما انتوا شايفين. أنا بس بقطع الحتة اللي هي ما جاتش معايا كويس وبلفها بس. وكان عندي الفرشة دي مع كوكا من الزبدة، اسكت يعني نرميها؟ لا، دهنت بيها الباتيه، ولا دهنت بيض ولا دهنت اي حاجة. دهنت بيها الباتيه واديته اللون زي ما انتوا شايفين. ما عندكيش دي ممكن مية، معلقة مية وعليها معلقة سكر. ما عندكيش دي معلقة صغيرة عسل نحل مع شوية مية. ما عندكيش معلقة عسل اسود، ما عندكيش حطها كده. برضو على فكرة هتدي اللون برضو، لان هي كده كده اما هتطلع من الفرن هتبقى ناشفه، فلازم ان احنا نغطيها كويس عشان تطرى. هنا انا زي ما انتوا شايفين انا بوريكم ان انا بالفرشه، بس ما بجيبش حاجه بالفرشه بطلع. شايفين اللون؟ والله اللون كان ممتاز، كان ممتاز اللون، ما احتاجتش اي حاجه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.